السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتعلم ازاي نعمل الفريم او المربع اللي بيكون موجود في الفيس كام او فيديوهات الجيمنج او الرياكشن اللي بتكون موجودة حوالين الشخصية او الفريم بتاع الشخصية اللي بتتكلم زي اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. في الاصدارات الجديدة اضافة أداة جديدة اسمها الريكتانجل تول، بنحدد عليها عادي، بنرسم الشكل بتاعنا او الشيب حوالين الفريم بتاع الشخصية اللي احنا عايزين نحطها حواليها. بعدين بيظهر لنا في التايم لاين الحاجة اللي احنا حطيناها وهي الجراف، بنحدد عليها ونروح لقائمة بروبرتيز. لو مش موجودة هنا بتروح قائمة ويندوز وهتلاقيها ان شاء الله موجوده هنا. تمام، بتعلم عليها. بنحدد الشيب بتاعنا. هنا بقى بتلعب في الاشكال كلها. احنا دلوقتي الشيل عباره عن فيل او مملوء. تمام، فاحنا بنعين خانه من على فيل وبنحدد من على ستروك. تمام. انت ممكن تتغاضى انا عامل مثلا الفيديو بتاعي راوند، الحواف بتاعته راوند، انت ممكن تتغاضى الحاجه دي وتدوس مثلا تحدده على انر من هنا. تمام، بس احنا هنخليها اوتر عادي وننزل تحت نلاقي قائمه الراوند او الكورنر عامه نقدر نحدده. بنعلي القيمة دي بنلاقي الكورنر اتعمل معانا عادي. بنحاول نظبطه على قد ما نقدر. تمام، فوق وتحت بالطول والعرض لحد ايه ما يتعامل معانا. بنحدد برضو اللون بتاعه وليكن مثلا لون احمر، اي لون. وبس يا باشا، انت كده عملت الفريم بتاعك او البوردر عامة. المفروض تعمله ان انت بتحدد الشيب بتاعك اللي احنا عملناه والفيديو بتاعك وتعمل الاتنين نست. تمام، هتحدد الاتنين ناس تقدر بقى تتحرك براحتك في السكيل في البوزيشن في كل حاجه. فبس دي كانت فكره فيديو النهارده، فكره بسيطه. اتمنى يكون الفيديو قد نال اعجابكم. ولو حابين تتعلموا حاجه معينه في البريمير او افتر افكت او اي برنامج ايديت عامه سواء على الموبايل او البي سي، ابعتوا لي تحت في الكومنتات او الانستجرام تحت برضه هتلاقيه في الوصف. وانا ان شاء الله اعمل لكم الفيديو في اسرع وقت ممكن. فبس دي كانت فكره فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.